النهارده هنعمل الايس كوفي. الايس كوفي اللي احنا صارفين عليه كل فلوسنا في المحلات وفي الكافيهات ورايحين جايين على الكافيهات نشرب ايس كوفي. لا، النهارده هنعمله في البيت احلى من الكافيهات 100 مرة وبطريقة بسيطة وسهلة وجميلة جدا. غير كلام كتير، يلا نبتدي الوصفة السهلة الجميلة بتاعتنا. هنحتاج في الوصفة بتاعتنا 3 معالق نسكافيه، 3 معالق سكر، 3 معالق مية ساقعة ورشة فانيليا، يا دوبك تنتوفة فانيليا يعني صغيرة جدا. الكمية دي هتعمل لك فوم هيكفيك ل3 أو 4 كوبايات، وكمان يتشال في الفريزر. نبتدي بقى نضربه في محضر الطعام عشان نقدر نعمل الفوم. لو عندك مضرب يدوي بتاع نسكافيه اضربي فيه، بس انا بالنسبه لي محضر الطعام بصراحه اسهل يعني، وبيديني الفوم اللي انا عايزاه ده اسرع. بس ابتدي اخلطهم على بعض بقى وابتدي اضربهم مره واتنين وتلاته، المهم اوصل لشكل الفوم اللي انا عايزاه. انا عايزه الفوم التقيل ده. ببتدي اضربه كذا مره. انا عايزه بس اوريكم شكل الفوم والمراحل بتاعته. هاند بلندر ينفع طبعا. وهو بقى ده شكل الفوم اللي انا عايزاه. ببتدي بقى اجيب علبه صغيره، علبه تلاجة بس تكون طبعا محكمه، وبشيله في الفريزر بالظبط نص ساعه عشان في الاخر يديني القوام اللي انا عايزاه. بصوا بقى القوام، بصوا بقى جمال القوام بتاعنا. شوفوا بقى شكله بعد ما هيطلع في الفريزر. بصوا بقى، بصوا بقى الملمس، بصوا بقى الفوم. اجيب بقى كوبايه بتاعت الايس كوفي الجميله، واحط تلج، احط لبن، وبعدين احط من فوق الرغوه بتاعتي، ودوقوا احلى ايس كوفي في المجره. بجد والله احلى ايس كوفي، هيعجبكم جدا. كده بقى الايس كوفي بتاعنا الجميل خلص. اتمنى ان هو يعجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه، هتعجبكم قوي. وصفه بسيطه وسهله. مستنيه تعليقاتكم واسئلتكم في الكومنتات، وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان توصل لكم كل وصفاتنا الجديده. ولو عايزين اي حاجه نعملها مع بعض اكتبولي في الكومنتات عشان نعملها بطريقه سهله مع بعضينا. واشوفكم في فيديو جديد في وصفه جديده ان شاء الله.